النهارده هقول لكم ازاي تعملوا رز بلبن كريمي ومكرمش زي بتاع المحلات. المقدار ده مظبوط جدا، هيطلع معاكي رز بلبن بيدوب في البق. هقول لك على كل النصايح اللي تخليه كريمي بالشكل ده، وهنستخدم تكنيك يبين اننا مستخدمين كميه كبيره من اللبن واحنا اصلا مستخدمين كميه صغيره. اول حاجه عندي نص كوبايه من الرز مغسوله كده غسله بسيطه من غير نقع. ضفت عليها 4 كوبايات من الميه وميه من الحنفيه عادي. انا بحب اسوي الرز الاول في ميه وبعدين اضيف عليه اللبن، عشان لو سويته في لبن من البدايه هيشرب كميه كبيره جدا من اللبن. انا هسيب الرز على نار عاليه وهقلبه من وقت للتاني لحد ما يستوي تماما ويشرب كل الميه. في الوقت بقى اللي الرز بيستوي فيه انا عندي هنا ربع كوبايه من اللبن، عليها معلقه كبيره مليانه على اخرها كده زي ما انتم شايفين في الفيديو من النشا، ومعلقه كبيره من الكريم شانتيه الخام، وممكن باكت من الكريم شانتيه، وهقلبهم كويس جدا مع بعض واركنه على جنب. هنا بقى الرز كان استوى تماما واتشرب كل الميه وطلع كل النشا اللي فيه، وكده جاهز ان انا احط عليه اللبن والسكر. شايفين الرز هنا مفتح كويس قوي ومستوي ازاي؟ هضيف بقى عليه نص كوبايه من السكر، وما تقلقوش السكر بتاعه مظبوط جدا. عندي كمان لتر من اللبن الجاموسي، يفضل ان هو يكون بقشطته وبخير ومش معلب او مبستر. لتر من اللبن يعني 4 كوبايات من كوبايات الشاي. عادي تستخدموا لبن كان مغلي قبل كده او لبن مش مغلي ويغلي مع الرز. نقطه تسويه الرز في ميه، انا كده مش هحتاج ان انا احط كميه كبيره من اللبن عشان يستوي فيها الرز، فاللبن لما اجي اربطه بمعلقه النشا هيكون واضح جدا في الوصفه كاننا حاطين لبن كتير. والنشا مهم جدا عشان نشا الرز لوحده مش كافي ان هو يربط كميه اللبن دي، ولو الرز ربط كميه اللبن يبقى انتوا ساعتها كترتوا رز كتير قوي ومش هيبقى زي بتاع المحلات. بصوا بقى انا هسيبه في الاول يغلي على نار عاليه، وبعد كده اول ما اللبن يغلي هبدا بقى ان انا اخلي النار وسط واقلب فيه من وقت للتاني. اهم حاجه بقى وهو على نار وسط اسيبه يغلي مع الرز لمده 20 دقيقه او 15 دقيقه، وهنقلب باستمرار عشان مفيش حاجه تتحرق في جوانب الحله وتحبب في الرز كده وما تدينيش قوام ناعم. بعد ما الرز يغلي مع اللبن كويس جدا ويمتزج بيه وكميه اللبن تتبخر شويه، هضيف بقى خليط الكريم شانتيه والنشا غلوتين بالظبط، وهطفي وبعدين اضيف رشه من الفانيليا بعد ما اطفي. الفانيليا من الحاجات اللي بتدي للرز بلبن ريحه حلوه قوي. انا هنا ما احتاجتش ان انا احط قشطه لان اللبن بتاعي كان مليان قشطه. شايفين هنا قوامه مظبوط ازاي؟ لا في رز كتير ولا لبن كتير، فهيطلع معانا قوام كريمي مثالي. طبعا انتوا تغرفوه في اطباق المطبخ عادي، انا هنا استخدمت الطبق الاسود ده عشان التصوير والرز بلبن يبان فيه، وعشان كمان ابين لكم الكرمشه بتاعته. سر الكرمشه انه يبرد تماما بدرجه حراره المطبخ وبعدين يتغطى بستريتش او بغطا ويدخل التلاجة ليله كامله، هتلاقوه مكرمش زي كده بالظبط. اهم حاجه اننا لازم نغطيه كويس جدا، وبس كده هيطلع معاكم كريمي وحلو جدا، والسكر بتاعه مظبوط قوي وهيشبهوه بتاع المحلات بالظبط. الكميه دي هتعمل لك من 7 ل 8 بولات على حسب حجم البوله. كمان عايزه اقول لكم على نصيحه مهمه جدا، انكم لو ما غليتوش اللبن لمده 15 دقيقه او 20 دقيقه مع الرز هيطلع معاكم سايل جامد. انا عايزاه يطلع بقوام كريمي وفي نفس الوقت ماسك نفسه. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. الوصفه دي جابت اكتر من 5 مليون مشاهده على الانستجرام، والتطبيقات بتاعتها كانت هايله. اتمنى تكون عجبتكم. مع السلامه.